هو صعب علينا نعمل عشا عروسة بالجمال والحلاوة دي ونطلعه أحلى من المحلات كمان؟ تعالوا بقى نسمي بسم الله ونقول ألف مبروك للعروسة وألف هنا وشفا عليها يا رب. أول حاجة جبنا الديك الرومي زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، كان حجمه ما شاء الله كبير. شطفناه وغسلناه كويس قوي بدقيق ونقعناه نقعينه في محلول ملح وليمون ودقيق. بس كده. تعالوا بقى نغسل الخضار بتاعنا، تعالوا نشوف بقى هنتبله ازاي وهنعمل فيه ايه خطوة بخطوة. يلا بينا. هنجيب بقى الكبة بتاعتنا، نص كيلو بصل، نص كيلو طماطم، قرنين فلفل حاميين، فلفل الوان اصفر واحمر. هنحط بقى كل الكلام ده في الكبة بتاعتنا، عايزينه يتفرم فرم ناعم. هنضربه بقى في الكبة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. هو انا عايزاه في القوام ده. التتبيلة دي بقى هتكمل معايا في بقية الفيديو، يعني مش للديك الرومي بس، كمان هحط منها على الحمام وهتشوفوا. دي التوابل بتاعتي: روزماري وزعتر وبابريكا، توم باودر، بصل باودر، كل الحاجات دي مقلباهم على بعض. بقية التوابل دي بقى قرفة وليمون ورق لوري، كل الحاجات دي هنحتاجها للشوربة. وبهارات بقى هنحط عليها للرز البسمتي، هنكمل عليها يعني كركم وحاجات، ونحط بقى على الرز البسمتي بس لما نيجي خطوة خطوة. اول حاجة حطينا بقى التوابل بتاعتنا اللي انا قلت لكم عليها على الحاجات اللي احنا فرمناها. هنحط بقى شوية زيت، ودي تركة مهمة جدا، لازم نحط شوية زيت على التتبيلة. هنجيب بقى الديك الرومي بتاعنا، طبعا شطفناه كويس جدا جدا من محلول النقع بتاعه. ما شاء الله انتوا شايفين، الله اكبر ما شاء الله، بألف هنا وشفا. طبعا العروسة طبعا شكرت لنا في الاكل كويس، احنا يعني عملنا الفيديو ده بعد، يعني انا سجلت لكم الفيديو بعد ما الاكل اتاكل. حقيقة مش بحب انزل اي حاجة غير لما تتاكل. بألف هنا وشفا يا رب. طبعا بنعمل فيه فتحات كده علشان التتبيلة تدخل جواه من كل النواحي، طبعا بتفرق في الطعم. اي حاجة لما بنفتحها كده بتفرق في الطعم. هنلبس بقى الجوانتي عشان خاطر نبدأ بقى ندلك الديك الرومي زي ما بيقولوا بكل التتبيلة من كل النواحي، جوه وبره، جوه وبره بقى في كل حتة. ما شاء الله، الله اكبر. تقريبا ده اكبر ديك رومي عملته يعني في حياتي. كل مرة بعمل بتبقى اقل من ده، فانا يعني كنت خايفة شوية لا يطلع مش احسن حاجة، بس ما شاء الله ما شاء الله طلع تحفة جدا. وطبعا انتوا عارفين على القناة عندي دي طريقتي دايما في تتبيل الاكل. انا بحب اتبل الاكل كويس عشان ياخد النكهة ويبقى كويس، يعني الطعم يطلع ممتاز وحلو. طبعا هو ربنا يسامحه يعني بتاع الفراخ، كان فتحه كده من الجنب، بس انا هحاول الم الدنيا بخلات كده. هحاول الم الفتحة اللي هو عاملها دي بخلات السنان علشان خاطر يتلم معايا. هسيبه بقى كده متبل في التتبيلة حوالي ساعة، وبعد كده احضر له بقى الشوربة بتاعته علشان انا هسلقه الاول، علشان هو ما شاء الله كبير فمش هينفع اشويه على طول، لازم اديله سلقة. زي ما قلت لكم بقى التوابل بتاعتي، ما تستغربوش من الإضاءة، يعني هي الإضاءة ما كانتش أحسن حاجة عند البوتاجاز. لكن طبعا الشوربة فاتحة خالص وحلوة وجميلة، بس هي الكاميرا يعني الإضاءة بتاعت عند البوتاجاز مش قوية. حطينا بقى بصل، جزر، ورق لوري، ليمون مجفف، قرفة خشب، كل حاجة من الحاجات دي حطيناها، كل التوابل، ملح، فلفل اسود، بابريكا.
تعالوا بقى نعمل الحشو بتاع الحمام. انا طبعا تبلت الحمام من نفس التتبيله بتاعه الديك الرومي عشان تبقوا يعني واخدين بالكم. انا تبلته من نفس التتبيله. انا قلت لكم التتبيله دي هتكمل معايا بقيه الفيديو. يعني انا ما شاء الله فرمت الخضار كله، حوالي كيلو ونص خضار من كل الانواع، علشان خاطر تكمل معايا بقيه الفيديو. اهو بصوا الحمام متبل ازاي من نفس التتبيله. شوحت طبعا الكبد والقوانص، وبعد كده نزلت عليهم بمعلقتين من التتبيله اللي انا عاملاها دي، الفرم البصل والطماطم والفلفل والحاجات دي كلها. حطيت منها معلقتين على حشو الحمام، وبعد كده نزلت بالرز ومش بشوحه. يعني انا مشوحتش الرز، هو بياخد نكهه التتبيل. يعني بيتطعم من النكهات اللي انا حطاها مع الرز، فبيبقى طعمه حلو قوي من غير تشويح ولا اي حاجه. وبصوا اللون بتاعه طبعا مع التوابل اللي انا حطيتها، فبيبقى لونه حلو من غير ما يتشوح ولا يتحمر ولا اي حاجه. هنبدأ بقى نقفل الحمام بتاعنا. الحمام ده صغير شويه عن الحمام اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل كده، بس يعني اديني بوريكم كل الافكار عشان خاطر لو عايزين تعملوا حمام صغير ما تخافوش خالص. هما كانوا 3 حمامات، ما كانوش كتار، برضو ده بناء عن طلب العروسة. بصوا بقى بقية التتبيلة اللي اتبلت معايا، انا سويتها. حطيت شوية زيت على الحتة دي، ما اتصورتش مش عارفة ليه. حطيت شوية زيت صغيرين ونزلت ببقية التتبيلة اللي كانت موجودة في الكبة، اللي هو ايه، بصل، فلفل الوان، فلفل الوان او فلفل حامي وطماطم. فسويت الحاجات دي كلها في الطاسة علشان انا محتاجاها، وهقول لكم في الاخر انا محتاجاها ليه. بعد ما تستوي معايا هنزلها من الطاسة. بصوا هفضيها بقى من الطاسة. بصوا الحمام كده خلاص قرب يستوي معايا. طبعا التتبيلة دي انا بسويها علشان الديك الرومي اخد معايا ساعة ونص على النار لحد ما اتسلق، وانا طبعا كنت متبلات قبل ما يتسلق. بعد بقى ما اتسلق هحط بقى معلقة كاتشب كبيرة او كيس كاتشب زي ما انتوا شفتوني كده، وهبدأ احط من التتبيلة على الديك الرومي تاني المرة علشان خاطر ياخد النكهة وتبقى ثابتة فيه وطعمها حلو جدا. مش عايزة اقول لكم ما شاء الله ريحته كانت عاملة ازاي وانا بتبله. هدخله بقى جوه الفرن وهيطلع بقى هتشوفوه هيبقى عامل ازاي. يلا بينا بقى نجهز الرز البسمتي. حبة من الزيت هنزل عليهم بمعلقة من الزبدة الفلاحي، عود قرفة خشب بقى وليمونة مجففة، ورقة لوري. طبعا الرز البسمتي انا نقعاه من قبل ما استخدمه بساعة. هنزل بقى بالبواقي من التوابل، وهزود عليها الكركم، بواقي الكبسة وهزود عليها الكركم. هنزل بقى بجزرة مبشورة واحدة، شوية من الفلفل الاسود، حبة من البابريكا. هقلب كل الكلام ده مع بعض. انا عايزه الجزر يختفي تماما، وهنزل بقى ببقيه الخلطه اللي انا قلت لكم هتكمل معايا الفيديو كله، اللي هي البصل والطماطم المبشوره وكل الحاجات المبشوره على بعض في الكبه دي. كانت اخر شويه بستخدمهم للرز البسمتي، طبعا بتخلي الرز في حته تانية خالص. سبت طبعا كل الحاجات دي تتشوح، وبعد كده نزلت عليها بالرز اللي منقوع بقاله ساعه. طبعا الرز البسمتي كلنا عارفين ان هو بيتنقع شويه قبل ما يتعمل علشان الحبايه بتاعته تكبر وتبقى حلوه. معانا طبعا شوربه الحمام هنزود بيها الرز. بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا الرز البسمتي بنزود له الشوربه شويه عن الرز البلدي. بصوا بقى بعد ما طلع من الفرن انا زوقته، بس الحته دي والله مش عارفه برضه ما صورتش، معلش. اللي هي شويه الدلع اللي انا دلعتهم للديك دول، هبقى يعني مره تانية هصورهم معاكم. سامحوني بقى في الحته دي معلش. طبعا الرز البسمتي كان استوى معانا. حطينا بقى ورقه، جبنا الصينيه بتاعنا او الصاج بتاعي اللي انا دايما بعمل فيه للعرايس. ما شاء الله فردت الرز بقى كده في الجناب، والرز بقى كان مفلفل وريحته كانت قلبة الدنيا. بصوا بقى شويه الدلع بقى والافتكاسات دي
مخليه شكل الديك في حتة تانية خالص، وطعمه طبعا وريحته والله كانت قلبة الدنيا. وطبعا بشهادة العروسة قالت ألف هنا وشفا يا رب على قلبها، وربنا يسعدها يا رب ويهنيها. ما شاء الله بعد ما أكلت الأكل قالت كان حلو قوي. يا رب بقى الفيديو ينال إعجابكم، وما تنسوش لايك وشير للفيديو. ولو لسه ما اشتركتوش طبعا في القناة أتمنى ان انتوا تشتركوا. بصوا بقى هنبدأ بقى نزوق الكلام ده كله، وندلع بقى الصينية كده بتاعتنا بالفلفل الألوان، وعود كده بقدونس حلو. بصوا بقى الدلع، بصوا الدلع والجمال الصراحة مبدعة والله بجد. مش انا يعني ما شفتش الكلام ده كله بعد يعني وانا عاملاه، ما كنتش شايفه ان هو حلو قوي كده. طبعا الكبده والقنصه بتاعه الديك انا سلقتهم معاه علشان هو كان يعني ما شاء الله كان كبير، فانا ايه ما رضيتش اشوحها كده. طبعا كلنا عارفين ان القنصه بتبقى جامده شويه، فانا حبيت اشوحها واحطها حوالين. بعد ما سلقتها شوحتها في التتبيله وحطيتها حوالين الرز علشان طبعا تدي طعم حلو قوي. يا رب الفيديو يعجبكم. فيديو جديد من مطبخ ياسمين. باي باي.